وصلتي ل30 عام. وقف شوية وفكر معايا، فين وصلتي في حياتك؟ واش عندك خدمة مستقرة؟ واش عندك مشروع ديالك؟ واش قدرتي تبدل حياتك؟ ولا مازال نفس الروتين كيتكرر كل نهار؟ كتفيق، كيدوز النهار، وكيجي الليل، وكتقول في رأسك غدا إن شاء الله غادي نبدل حياتي. ولكن الغد كيجي وكل شيء كيبقى كيف ما هو. إلا وصلتي ل30 عام وما تبدل حتى شي حاجة كبيرة في حياتك، خاصك تفهم واحد الحقيقة: المشكل ماشي دائما فيك، المشكل كاين في معادلات خفية كتخلي بزاف ديال الناس يبقاو فقراء طول حياتهم. الفقر ماشي غير قلة الفلوس، الفقر كيكون حتى في طريقة التفكير، وكيكون في العادات اليومية، وكيكون في البيئة اللي عايش فيها الإنسان. هادشي كامل كيصنع دائرة، وداخل هاد الدائرة الإنسان كيبقى يدور سنين طويلة بلا ما يتقدم. خلينا نشرحوا أول معادلة. المعادلة الأولى هي معادلة البيئة. الإنسان بطبيعته كيتأثر بزاف بالناس اللي دايرين به. إلا كانوا الناس اللي معاك كيقضيو النهار كامل في القهوة، غادي تولي حتى انت كتجلس في القهوة. إلا كانوا الناس اللي معاك ما عندهم حتى طموح، غادي ينقص حتى الطموح ديالك. وإلا كانوا الناس اللي معاك كيهضروا غير على المشاكل والفشل، غادي تولي حتى انت كتشوف الدنيا بنفس الطريقة. البيئة كتكتب البرنامج ديال العقل، ومع الوقت كيولي الإنسان مقتنع أن هاد الحياة عادية. كتلقى واحد كيقول ما كايناش الخدمة، واحد آخر كيقول المشاريع كلها خاسرة، واحد آخر كيقول ما عندي زهر. وهكذا كيدوز النهار، وكتدوز الأيام، وكتدوز السنين، وفجأة كتلقى راسك وصلتي ل30 عام وما تبدل حتى شي حاجة. دابا خلينا نشوفوا المعادلة الثانية. المعادلة الثانية هي معادلة الوقت الضائع. بزاف ديال الناس كيقولوا ما عندناش الفرص، ولكن إلا حسبنا الوقت اللي كيتضيع كل نهار، غادي نكتشفوا واحد الحقيقة صادمة: 4 ساعات في الهاتف، 3 ساعات في القهوة، وساعات أخرى في أشياء ما عندها حتى قيمة. في الأخير الإنسان كيضيع تقريبا 9 ساعات في اليوم. 9 ساعات في اليوم رقم كبير بزاف. إلا ضربنا هذا الرقم في 30 يوم، غادي يعطينا تقريبا 270 ساعة في الشهر. تخيل معايا، 270 ساعة في الشهر. هذا الوقت كامل يقدر الإنسان يتعلم فيه مهارة جديدة، يقدر يبدأ فيه مشروع صغير، يقدر حتى يخدم عبر الإنترنت. ولكن للأسف بزاف ديال الناس كيتفاجئوا بعد سنوات أنهم ضيعوا آلاف الساعات بلا فائدة. والوقت كيمشي بطريقة خطيرة، كيمشي بشوية، نهار بعد نهار، حتى كتلقى راسك كبرتي في العمر، ولكن الحياة بقات هي نفسها. دابا نمروا للمعادلة الثالثة. المعادلة الثالثة هي معادلة الخوف. الخوف كيقتل بزاف ديال الأحلام. كاين اللي عنده فكرة مشروع ولكن كيخاف يجرب. كاين اللي باغي يبدا تجارة صغيرة ولكن كيخاف يخسر الفلوس. كاين اللي باغي يتعلم مهارة جديدة ولكن كيقول يمكن ما ننجحش. ولكن خاصك تفهم حاجة مهمة: الناس اللي نجحوا ما كانوش مختلفين بزاف عنك، ما كانوش أذكياء، وما كانوش عندهم ظروف مثالية. الفرق الوحيد هو أنهم جربوا مرة، وجربوا مرتين، وجربوا عشرات المرات، وغلطوا بزاف، ولكن تعلموا من الأخطاء ديالهم. الفشل ماشي نهاية الطريق، الفشل جزء من الطريق. كل تجربة كتقربك خطوة من النجاح. دابا السؤال المهم هو: كيفاش تخرج من هذه المعادلات؟ الحل ماشي سحري ولكن واضح، وكيبدأ ب3 الخطوات بسيطة. الخطوة الأولى: نقص من الوقت اللي كتضيع. حاول تقلل من الجلوس الطويل في القهوة. حاول تنقص الوقت اللي كتقضيه في الهاتف. الخطوة الثانية: اختار مهارة واحدة فقط. ما تحاولش تتعلم كل شيء مرة واحدة. اختار مهارة واحدة وركز عليها. ممكن تكون التجارة، ممكن تكون المونتاج، ممكن تكون التصميم، أو أي مهارة ممكن تجيب لك دخل في المستقبل. الخطوة الثالثة: خدم على راسك كل نهار، حتى إذا كانت غير ساعة واحدة. ساعة واحدة كل نهار كافية باش تدير فرق كبير مع الوقت.
إلا خدمتي ساعة واحدة كل نهار لمدة سنة كاملة غادي تجمع أكثر من 350 ساعة من العمل على راسك. هذا الرقم كافي باش تتعلم مهارة جديدة، وكافي باش تبدأ طريق جديد في حياتك. إلا كان عندك 30 عام اليوم مازال الوقت ما فاتش، ولكن خاصك تفهم حاجة مهمة: السنين الجاية غادي تدوز بسرعة أكبر. القرار اللي غادي تديره اليوم ممكن يحدد فين غادي تكون بعد 5 سنين. إما تبقى في نفس البلاصة، وإما تبدأ اليوم تبني حياة مختلفة. كل تغيير كبير كيبدأ بخطوة صغيرة، وهذه الخطوة ممكن تبدأ اليوم ماشي غدا، اليوم.